مبارك كلكم تعرفوه وجربتوه، خصم عنيد وماكر، وإذا ما جيناه بالخديعة ترى ما جيناه بالكثرة. وأنا عارف إن النصر يحمس قلوب رجال ويخلى الواحد منهم عن 10، وأنا متأكد إنه الحين يحضر الهجوم، لأن الوقت ما هو بصالحه، وهو يظن إن نراهن على الوقت. وشو الرأي يا طويل العمر؟ الرأي إن نجيه من حيث ما يحتسب، ونفاجيه بوقت ما حسب له حساب، وناخذه على حين غفلة، ونندفع بالهجوم لين ناصله، ولا وصلناه جيشه انتهى، ولا يردنا إلا الكويت بإذن الله. لكن يا طويل العمر، المطر شديد والنهار تساوى مع الليل، وفي ظلمته والحرب في هالجو صعبة. ترى هذا اللي تقوله هو اللي يساعدنا على نجاح مقاصدنا بإذن الله. الجو هذا هو اللي يخلي مبارك يحس إن الحرب بعيدة وما يستعد الهجوم. ونيه متى يا طويل العمر؟ باكر الصبح رتبوا أموركم، إن الهجوم يمكن يكون بأي ساعة. ودي إياك تجهز لك 40 ناقة تسوقن قدام الجيش. أمرك يا طويل العمر. السرية والكتمان، ترى الجيش بهالجو ما يخلى من دواسيس. توكلوا على الله.
يا هلا ويا مرحبا. ليه تعنيت بهالجو؟ كنا ناويين نجيك وانت قهوة عندك. لا اللي مثلك يتعنى له يا ابو فيصل. عساكم مرتاحين، شلونكم؟ لا صرت بخير، حنا بخير. والرشيد حظه قوي، مو راضي هالجو يتوقف عشان نخلص منه. اي بالله، سبحان الله، صار له يومين مو راضي هده، كل يوم بحال. شلون ربعك؟ عساهم جاهزين؟ ربعي أهل حرب في كل لحظة جاهزين، وكلهم رهن الإشارة. كفو والله، كفو يا بندويش، قول وفعل. خليك صاحي زين، وإن شفت أي حركة غير عادية ارجع ونبهنا على طول. أنا راجع للشيخ مبارك. كامل يا أبو النور. هذا والله هو يوم الوفاء، هذا يوم الفداء، هذا يوم حايل، هذا يومكم يا رجال. ابشر ابشر يا طويل العمر بالسيوف بواتر وقلوب الحجر. هذا هو يومكم يا رجال، أهلكم ومالكم وعرفكم وراكم والعدو قدامكم، والصبر مفتاح الفرج، والعز بضرب سيوفكم. مستعدين؟ وش العلوم عندكم يا رجال؟ يا طويل العمر، كل شيء هادي وما لاحظنا شيء غير عادي عند العدو، والجو مانعنا ان نشوفهم ومانعهم انهم يشوفونا، والعيون اللي ارسلناهم البارحة يقولون كل شيء طبيعي. قواكم الله يا رجال. الله يقويك طال عمرك، ديروا بالكم زين. تامر امر يا طويل العمر. بسم الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الفرسان سوق المسوقة قدام الجيش، توكلوا على الله. ابشر يا طويل العمر. يلا توكلوا على الله.